الجو برد، تعالوا دفوا نفسكم واتفرجوا على الفيديو ده. هنعمل مع بعض النهاردة مشروب الشتاء الرسمي، مشروب الدفء، حمص الشام. بس هنعمله بنفس طعم العربيات بتاعت الكورنيش بالظبط. بجد هيبقى بالنسبة لنا السهل الممتنع. تعالوا شوفوا الطريقة السهلة دي وتابعوا الفيديو للآخر. أنا هلا أبو بكر، من فضلكم لايك وشير الفيديو. يلا نقول بسم الله ونبدأ. طبعا عندي نص كيلو من حمص الشام. بجيبه بنقعه قبلها بليلة، ليلة كاملة أنقع فيها حمص الشام. لو حابين تغيروا المية براحتكم. بعد كده هحطه في الحلة بتاعتي وهغطيه بشوية مية كتار شوية. هرفعه على النار، وبعد ما ياخد نص تسوية هنزل عليه بأربعة من الطماطم المبشورين. أنا مش بحط الطماطم إلا لما أسوي الحمص بتاعي نص سوا. بعد كده هنزل عليه بحوالي 6 فصوص من الثوم. صحيح زي ما انتم شايفين كده، أنا مش فرماه ولا حاجة. وكمان بصلاية مقطعة. ضفنا بصلاية متقطعة وتوم، وكمان بشر طماطم. حابين نزود شوية في الطماطم والبصل، مفيش أي مشكلة. هننزل بقى كمان بعد كده بمعلقتين كبار من الصلصة. عايزة أقول لكم مكوناته سهلة جدا، يعني ما فيهوش أي حاجات هنضطر نجيبها حتى من بره، حاجات كلها موجودة عندنا في البيت. تعالوا بقى نشوف التوابل اللي هنضيفها. عندي معلقة كبيرة من الكمون، أساسي طبعا. وكمان معلقة كبيرة من البابريكا. يبقى ضفنا كمون وبابريكا، وكمان عندي معلقة كبيرة من الكزبرة. ومهم جدا بقى، ودي حاجة ما ننساهاش، نضيف معلقة كبيرة من السكر. ما تستغربوش من إضافة السكر وما تقلقوش منه. كمان هحط عندي ورقتين من اللورة. هبتدي أقلب بقى ده كله كويس جدا، واسيبه على نار متوسطة كده يكمل سواه. احنا اتفقنا ان هو كان نص تسوية. اخد حوالي ربع ساعة كمان على النار، كان استوى وتمام جدا. اضيف بقى بعد كده الملح بتاعي. نخلي بالنا ما نضيفش الملح في الاول عشان الحمص يستوي معايا. طبعا اخدين بالكم ان انا ما اضفتش ليمون للحمص وهو بيستوي. ليه؟ علشان كل ما هنغلي الحمص بعد كده هيمرر معانا. انا سبت الليمون ده يكون من الاضافات الخارجية اللي هنضيفها لكوباية الحمص لما هنيجي ناكلها. الليمون والشطة طبعا. اهو زي ما انتم شايفين الحمص ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا، مستوي سوا حلو جدا. خلاص كده انا طفيت على الحمص دلوقتي جاهز عندي ان انا آه، اشربه بقى. خلاص زي ما انا عايزه بقى الاضافات اللي انا هضيفها معايا في الحمص في الكوبايه. نقدر طبعا نضيف شطه، نقدر نضيف ليمون، نقدر نضيف كمون زياده لو حابين، زي ما نحب بقى بناكله. وبس كده خلصت وصفة النهاردة، وانا بالنسبة لي هي وصفة مهمة جدا للجو اللي احنا فيه ده. يلا دفوا نفسكم واعملوها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وكمان شير، ولو اول مرة تشوفوني كمان اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واقول لكم مع الف سلامة.